السنة ولا تتوقف على رأي، وذلك وتنمية الأحساب وبشر التنافس المقيت على كسب رضا الظالم والقرب منه. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاستضعاف، يستضعف الظلم طائفة ويضل طائفة فيمن على القوية ويبقيها تحت رحمته ويجعل في مستضعفة العدوة من قدرته. والمرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة هي مرحلة القتل وإزهاق الأنفس وإخراج الناس من ديارهم وأموالهم، وهي المرحلة التي يستشري فيها الظالم في ظلمه فيسلط القوي على الضعيف ويذل القوي ويبتزه ويخيف الضعيف ويقهره. ولقد فصل الله سبحانه وتعالى تلك المراحل في آيات معجزات في القرآن الكريم. في سورة القصص يقول الله سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية أن سبب زوال الظلم يولد من رحم القتل وسفك الدماء. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن سبب زوال الظلم يولد من رحم القتل وسفك الدماء، فإذا استحل الظلم